تخيل معايا نظام غذائي بيقولك اشرب سجاير وكل نوتيلا على الفطار، بس ما تاكلش بيض ولا تشرب لبن ولا حتى تاكل خضار او فاكهه. واحنا النهارده هنشوف هل ده فعلا كلام علمي ولا ده كلام منتشر وخلاص. وقبل ما نبدا عايزين ندعي بواحمة الدكتور ضياء العوضي، لان سواء اختلفنا معاه او اتفقنا احنا بننتقد الفكره مش بننتقد الشخص. نظام الطيبات هو نظام بيقولك ان في اكل طيب واكل خبيث، والفكره نفسها خطا، لان الجسم ما بيتعاملش مع الاكل بنظام انه طيب او خبيث. الجسم بيتعامل مع الاكل على اساس ان هو عناصر غذائيه، دهون، سكريات، نشويات، كربوهيدرات، فيتامينات. فمن اساس فكره الاكل الطيب والخبيث هي فكره غلط. ولو هنبدا نمسك عنصر ممنوع في النظام، فاول حاجه ممنوعه عندنا وهو البيض تحديدا هو من اكتر الحاجات اللي اتعمل عليها دراسات في الانظمه الغذائيه. لان زمان لو كان حد عنده مشكله في الكوليسترول كان بيتقال له ما تاكلش بيض كتير، ولكن بعد دراسات اكتشفوا ان اساسا البيض تاثيره اقل بكتير من اللي احنا فاهمينه، فمش هو المشكله اللي بتعلي الكوليسترول. غير ان البيض اساسا مصدر غني جدا بالبروتين، والبروتين هو اللي بيقوي عضلات الجسم، غير ان هو من ارخص مصادر البروتين الموجوده حاليا. تاني حاجه ممنوعه معانا في النظام اللبن بمنتجاته اللي هي الجبن، الزبادي. الحاله الوحيده اللي اقولك فيها ان انت مينفعش تاكل جبنه او تشرب زبادي غير انواع معينه ان انت يكون عندك حساسيه من اللاكتوز اساسا. غير كده اللبن مصدر غني جدا بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ده مهم جدا لصحه الجسم. غير ان منتجات الالبان زي الزبادي مثلا بيكون في بكتيريا نافعه بتساعد في الهضم وبتقلل الانتفاخات، ولكن ما كانتش دي المشكله. الكارثه فعلا ان النظام بيمنع الخضار بيقلل مخاطر الاصابه بامراض القلب والسرطان، غير ان هو مليان الياف وفيتامينات ومضادات اكسده. ففكره انك تمنع الخضار دي اساسا مشكله كبيره. الحاله الوحيده اللي اقولك فيها انك تخاف من الخضار اللي هي الورقيات زي الخس والسبانخ. ومش بقولك ما تاكلهاش، ولكن بقولك اغسلها كويس جدا، لان الورقيات من اكتر الحاجات اللي بتحتاج غسل لانها بتحمل بكتيريا، ولكن لو اتغسلت كويس فمفيش مشكله انك تاكلها. فمثلا السبانخ نفسها غنيه بالحديد ومضادات الاكسده والفيتامينات. عشان تفهم اهميه الحديد، فالحديد لو قل في الجسم بيسبب خمول وممكن توصل ان انت تعلق محاليل في المستشفى. الخس كمان من اهم الخضروات اللي بتساعد على التخسيس، لان هو الكالوري فيه قليله جدا، فبالتالي مهما كلت منه كميات كبيره مش هتتخن. النظام ده كمان بيمنع اهم مصدرين البروتين وهو الفراخ والبقوليات زي العدس والفول. يعني بدل ما ابقى تعبان واروح اخد لي حته فرخه مع طبق شوربه عدس حلو كده تقول لي روح كل نوتيلا. الفراخ مصدر مهم جدا للبروتين، يمكن من اهم المصادر المتوفره، ولكن الخوف الوحيد منه فعلا هي فكره السالمونيلا. هي مرض بيجي عن طريق الفراخ، ولكن الفراخ لو اتغسلت بشكل كويس مش هيكون فيها اي خطر نهائي، وهي من اهم مصادر البروتين واللي بتساعد في تحسين صحة الجسم. من ضمن الحاجات الغريبة اللي بيقولها النظام ان انت اشرب عصير معلب ولكن ما تاكلش فاكهة، ودي لوحدها كارثة، لان العصير المعلب 3 مشاكل. المشكلة الاولى وهي السكر، المشكلة الثانية وهي المواد الحافظة، المشكلة الثالثة ان اوقات اللي جوه العصير ده اساسا ما بيكونش فاكهة. السكر ان انت لما بتاكل حاجات فيها سكر كتير او تشرب حاجات فيها سكر صناعي عموما بيبتدي السكر في الجسم يرتفع، فبعدها بمده بيرتفع بشكل كبير جدا. فبعدها بمده لما بيبتدي ان هو يقل بيحس الجسم بخمول وان هو عايز سكر تاني، فتبتدي ان انت تاكل حاجه تاني فيها سكريات وتفضل في الدوامه دي للابد. تاني مشكله المواد الحافظه، لان ببساطه انا لو هعمل لك عصير او هعمل لك اي حاجه حتى لو هي طبيعيه، انا عشان احافظ لك عليه انه يقعد بالشهر والاثنين والثلاثه لازم احط لك مواد حافظه تخليه يعيش اكتر. المواد الحافظه دي كلها بصحتك. فكره ان اللي جوه اوقات ما بيكونش عصير، لان هتلاقي حتى في السوبر ماركت عصير بيبقى مكتوب عليه بيور او طبيعي، وعصير تاني بيبقى عادي. الفرق ان ده بيكون نوعا ما طبيعي، وان ده بيكون فيه سكر كتير جدا، واوقات كمان بيكون ما فيهوش فاكهه. ده مش فاكهه معصوره، مش تفاحه معصوره مثلا، لا ده بيكون عباره عن مواد كيميائيه بتدي نفس طعم التفاح او نفس الافكت بتاعه. فعشان كده دايما بننصح بان انت لو هتشرب عصير تكون عامله في البيت، والافيد والاحسن ان انت تاكل فاكهه، لان الفاكهه فيها الياف بتساعد على الهضم وبتخليك تاخد فايده الفاكهه كلها بدل ما تكون معصوره. ده غير ان السكر الطبيعي اللي في
الفاكهه مش هيخليك تجوع بعدها ب10 دقايق ولا تحس ان انت محتاج تاكل سكريات كتير، ده غير انها غنيه بالمعادن والفيتامينات. ولكن لو قررنا نتغاضى عن كل اللي فات في نظام الطيبات، فالمصيبه فعلا ان النظام بيقولك اشرب سجاير. السجاير هي من اكتر الحاجات اللي عليها اجماع في العالم انها مضره. حتى شركات السجاير عشان تخلي مسؤوليتها بتبقى كاتبه على العلبه ان السجاير بتؤدي لسرطان الرئه وتسبب الوفاه، فالعلبه نفسها مكتوب عليها ان هي مضره. فالحل الوحيد ان السجاير تكون مفيده ان هو يكون بيتكلم على نوع سجاير لسه ما اخترعوش اساسا. والتصريح الاخطر واللي انا لحد دلوقتي مش قادره افهمه ان هو بيقول ممنوع في نظام الطيبات انك تاخد حقن انسولين. كل مرضى السكر ربنا يشفيهم يا رب، سواء النوع الاول او النوع التاني، بيحتاجوا حقن انسولين عشان خاطر البنكرياس ما بيكونش شغال بوظيفته الطبيعيه، فما بيقدرش يهضم السكر اللي بيكون داخل للجسم، فبالتالي بيحتاجوا الحقنه بحيث ان هي تدوب السكر ده، ما يحصلهمش مشاكل او مضاعفات او ان هم يدخلوا للاسف في غيبوبه سكر. فلما اجي اقول للمريض امنع الانسولين وناس تصدق حاجه زي دي وابتدوا يمنعوا الانسولين، ده هيؤدي لوفيات كتير جدا. ده شيء غير علمي ومفيش اي منظمه صحيه وافقت على الكلام ده. انا مش بهاجم حد، ولكن انا بتكلم عن نظام غذائي في حاجات صح وحاجات غلط، لان لازم الانظمه الغذائيه تكون على اسس علميه، لازم تكون على اسس علميه صحيحه. وتعالى اقول لك ايه الصح في نظام الطيبات. اولا ممنوع المعجنات بكل اشكالها، وممنوع العيش ما عدا العيش اللي هو الحبه الكامله او اللي هو التوست البني، وده صح لان دي اساسا غير صحي ومش بيشبع، فهتلاقي نفسك بتاكل منه كميات كبيره جدا. وبرضك من ضمن الحاجات الصح ان هو قال كل لما تحس انك جعان فعلا، ووقف اكل لما تحس بالشبع، لان في ناس ممكن تكون بالفعل شبعت ولكن هي بتحب الاكله دي فتبتدي ان هي تكمل اكل بدون هدف، وده بيخلي بعد كده معدتهم توجعهم، بيخليهم يزيدوا في الوزن وهم مش واخدين بالهم. ممنوع تماما اي نوع من المشروبات الغازيه او مشروبات الطاقه، ودي فعلا حاجه صح. المشروبات الغازيه كلها سكر، بتعمل انتفاخات وبتعمل هشاشه في العظام، غير ان مشروبات الطاقه بتعلي سرعه ضربات القلب وبتعمل مشاكل كتير جدا لدرجه انها ممكن تؤدي لحالات وفاه. برضه من ضمن الحاجات اللي قالها وكانت كويسه اللي هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع مهم جدا لان هو بيطرد سموم كتير من الجسم، وكمان بيساعد في انك تخس لو انت عامل دايت او نظام غذائي، وبيساعد على راحه المعده، وبيساعد في راحه المعده وحرق الدهون. فقبل ما نتبع اي نظام غذائي لازم ندور في الاول في المصادر العلميه، هل النظام ده صح ولا النظام ده غلط، وايه اللي فيه ينفع انا فعلا اطبقه في حياتي اليوميه. كل الكلام اللي قلناه في الفيديو النهارده هتلاقي المصادر بتاعته موجوده تحت في الديسكريبشن. كان معكم دينا احمد، سلام.